لو الساعة جت عليك 2 بالليل وعينك لسه ما غفلتش، ممكن أقول لك على حاجة صغيرة لما تعملها. إحنا بنستخدمها في العيادات النفسية تخلي مخك ممكن يفصل في دقايق. اللحظة اللي بتبقى فيها مخلص كل اللي وراك في يومك وهتموت وتنام، بس عقلك يقرر فجأة يفتح ليك بقى شوية مواضيع كده من بتاعة الصبح، شغل، مشاكل، ذكريات قديمة، مواقف حصلت لك، تحس إنك أنت في ساقية من الأفكار، لا هي راضية تقف ولا راضية تخلص. كل ما بتحاول تغصب على نفسك إنك أنت تنام، جسمك في اللحظة دي بيفرز هرمونات توتر بتسهرك أكتر. طيب إيه الحل؟ الحل في حاجة بنسميها حاجة كده تشتيت العقل المنطقي. يعني إيه؟ يعني المخ وهو داخل في النوم ما بيعرفش يركز في خطط، في حاجات، يعني خطوات ورا بعضيها، محتاج صور عشوائية. جرب تعمل كده، اختار كلمة ملهاش أي معنى عاطفي عندك، ملهاش حاجة مرتبطة بمشاعر، زي كلمة مثلا شجرة، وابدأ اتخيل صورة لكل حرف في الكلمة دي. الشين شمس وتخيلها، جيم جبل وتخيلها، ره رمان، وهكذا. مخك هيفهم إن مفيش خطر، مفيش حاجة الواحد يقلق عليها، وإن ده وقت أحلام وسرحان. النوم مش معركة لازم تكسبها بالعافية يعني. النوم هو استسلام، عشان تستسلم لازم تضحك على عقلك وتخليه يبطل تفكير منطقي. جربها النهاردة ونام وانت مطمن. احفظ بقى الفيديو ده عندك عشان ترجع له لما السهر يغلبك. وقولي في الكومنتات كده ايه اكتر حاجة او فكرة ممكن تكون بتسهرك.